السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدتكم اليوم بنتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وتحديدا عن الأرض والشمس والنجوم والمسافات بينها. يقول سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. دعوة إلهية إلى أن نتفكر في خلق السماوات والأرض وماذا يوجد بها من كواكب ونجوم. سأتكلم معكم بشكل مختصر عن خلق الله العظيم، وخصوصا عن الأرض والشمس والنجوم والمسافة بينها. أولا، تقاس المسافة بين الكواكب بالثانية الضوئية، والثانية الضوئية هي المدة التي يقطعها الضوء من الوقت، وكل ثانية ضوئية عبارة عن 360 ألف كيلومتر. يبعد القمر عن الأرض ثانية ضوئية واحدة، أي 360 ألف كيلومتر. تبعد الشمس عن الأرض مسافة 8 دقائق ضوئية، أي كل ثانية في الثمان دقائق هذه عبارة عن 360 ألف كيلومتر. 480 ثانية، كل ثانية عن 360 ألف كيلومتر، يطلع الناتج معنا 172,800,000 كيلومتر. حجم الشمس بالنسبة للأرض: الشمس أكبر من الأرض ب1,300,000 مرة، تخيلوا. ولسان اللهب الذي يخرج من الشمس يزيد طوله عن 1,000,000 كيلومتر. الشمس لو اقتربت إلى الأرض من مكانها هذا لاحترقت الأرض بمن فيها، ولو ابتعدت أكثر لتجمدت الأرض بمن فيها. الأرض لو وضعت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. تتبخر أي تختفي نهائيا عن الوجود، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقدر بعض العلماء أن عمر الشمس يزيد عن 5,000 مليون سنة، وأن هناك نجما في برج العقرب يسمى قلب العقرب يرى من الأرض، ويتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. يقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم، ولكن للأسف أننا لا نعلم، لذلك لا نشعر بهذه العظمة. بيننا وبين أبعد نجم داخل المجموعة الشمسية 13 ساعة ضوئية، كل ثانية عبارة عن 360 ألف كيلومتر. أقرب نجم إلى الأرض من غير المجموعة الشمسية وهو نجم القطب، يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية، تخيلوا. بعض المجرات تبعد عنا 18 ألف مليون سنة ضوئية، كل ثانية عبارة عن 360 ألف كيلومتر. يقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مع هذا الخلق العظيم الذي لن يصل العلماء إلى مستواه في سماء الدنيا، فهناك 7 سماوات طباقة فيهن من الخلق ما الله به عليم. المسافة من الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء والسماء أيضا مسيرة 500 عام. يقول سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي الرحمن تبارك وتعالى يسع السماوات والأرض، أي أن كرسي الرحمن تبارك وتعالى أكبر من هذا الكون، ويسع للسماوات والأرض، وأكبر من المجرات والأفلاك وكل شيء. إذا كان هذا الكرسي وهذه الشمس وهذه الأكوان وهذه الأرض، فكيف ربنا تبارك وتعالى وهو أكبر كل شيء؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فسبحان الله حين نصبح وحين نمسي، وفي كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان. السؤال المهم في الموضوع بعد معرفتنا لهذا الكون العظيم وهذه المسافات الهائلة جدا: أين أنت أيها الإنسان؟ والله لا تساوي شيء. هل تخيلت ضعف فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى؟ تعالى على الله تبارك وتعالى، فجعله الله عبرة على مر السنين. ختاما يقول ربنا تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. عندما ترى هذه المخلوقات تعلم أنك أضعف مخلوق على، فهل لك بعد اليوم أن تعصي الله تبارك وتعالى وأن تترك الصلاة بعد معرفتك لبعض شيء قليل جدا من خلق الله سبحانه وتعالى؟ سأترككم الآن مع بعض الصور ومقاطع الفيديو توضح ما تكلمنا عنه بصورة أوضح، وتتخيلون معي ما كنت أقوله. هذا هو شكل السماء الدنيا مزينة بالكواكب والنجوم. يقول تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فسبحان الله وتبارك خلق الله. هنا نرى الشمس وحجمها الكبير جدا، وأسفل الصورة نرى الأرض وكواكب أخرى، ولكن انظروا إلى حجم الأرض مقارنة بالشمس. وهنا نرى نجم أنتيرس وبيت الجوزة وبعض النجوم الأخرى، ولكن انظروا إلى الشمس لا تكاد أن ترى أمام هذه النجوم.
إذا كانت الأرض لا تساوي شيئا عند الشمس، والشمس لا تساوي شيئا عند نجم أنتيرس، ونجم أنتيرس لا يساوي شيئا من خلق الله، فمن أنت أيها الإنسان؟